السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم خوتي خواتاتي المتابعين الكرام والمشاهدين الاعزاء. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وتكونوا في تمام الصحة والعافية وراحة البال والتيسير والخير ان شاء الله. كنشكركم دائما على المساندة ديالكم وعلى الوفاء ديالكم والاخلاص، وكنتمنى انكم تزيدوا من الدعم ديالكم لهذه القناة باش تطلع شوية بطبيعة الحال بالمشاهدة ديالكم وبالبارطاج ديالكم وبالاشتراك لأي واحد انضم واشترك في القناة. كنشكرو بزاف بزاف، ولكم جميعا كل الشكر على جميع انواع الدعم ليا، لانه لولاكم انا كنت غادرت اليوتيوب. نقول لكم الصراحة، لانني جربت اكثر من مرة قنوات، تقريبا شي 3 القنوات، حتى واحدة منهم ما طلعت ليا، ما فرحت بها. ماشي ما طلعوا، انما في نهاية الامر يا كيضربوا بالسينيالات يا شي خلل من عند اليوتيوب. المهم خلونا نهض الموضوع، نحدثوا في الموضوع المهم والاهم اللي هو البارح يوم محاكمة المفرقع والمصيبة الكحلة اللي غمس راسو فيها وما يقدرش يخرج منها، ومع ذلك دار مجهودات كبيرة بفضل السريعة وأفكار السريعة أنه ويخرج راسه، أو بمعنى أنه كان كيحاول باش يخرج راسه، ولكن هو دار مجهود كتير، مجهود كتير ومجهود كبير، ووصل بطبيعة الحال وعطاهم يعني ريشو كما قلت السريع الريش على الصبح. هو سبق وريش راسو. هي في ديك الحالة اللي خرجت لكم فيها، راكو عقلتوا عليها، ديك الحط على الراس خرجت كتبكي. ديك الايامات كان كيخدم اياماتو، واستطاع انه يسد الملف بالطريقة ديالهم والخبث ديالهم وتحرمية المحامي اللي دار بطبيعة الحال، لانه المحامين ماكرون، وهذا كيتوجب نوع الخدمة ديالو كتوجب عليهم انهم يكونوا ماكرين. هما كيديروا خدمتهم بطبيعة الحال، ولكن في المقابل كاينه واحد المحامية اخرى متمكنة تبارك الله عليها، درتها المشتكية باش تبحث وتحقق في امر مغتصب بنتها. واللي من المفروض انه المفرقع ابو البنت اللي تفرقعت، اللي فرقعها المغتصب، كان خصو هو براسو يحط يدو في يد المرأة الزوجة ديالو اللي هي ام البنت، باش انه يبحثوا على المغتصب. لانه لو كان انسان بريء، ولو كان يعني هو لا علاقه له بهذا الشيء، والابنه ابنته والدم دمه، ويعني مصلبو، من الواجب عليه انه يحط يده في يد سعاد ويمشي يبحث ويقلب ويدير ما في جهده انه يشوف ويلقى المغتصب. وهذا الشيء كان خصو يديرو في بدايه الامر ماشي حتى لدابا، ويخبر الام ديالها على اللي وقع لبنته وبنتها، وديك الساعه غيديروا اللازم. وبطبيعه الحال المغتصب كان غادي يبان ديك الساعه وياخذوا الجزاء ديالو، ولكن هو تستر الجريمه، ستر عليها مزيان، ستر عليها مزيان. وفاش كانت البنت كتلمح للام ديالها على ان عفوا وقعت لها شي حاجه، يعني دارت فيها واحد الدورة شيطانية باش ما تحقق في الأمر وتهرب من الواقع. والمفرقع شنو دار في ديك الساعة؟ بدا كيختلق المشاكل وكيجنن في السيدة، لا هو ولا الأم ديالو داروا يد في يد باش يحطموها نفسيا ومعنويا وعقليا. حتى إلا مشات المحكمة واش كانت فيه القضاء غادي يشكك في الأهلية ديالها والعقلية ديالها. داكشي اللي وقع. هنا اختارت سعاد انها تنفصل على هذا السيد لمدة معينة، وفي ذاك الوقت كانوا كيطبخوا الطبخة ديالهم. وفي ذاك الوقت تعرف على السريع ايام باش ترتقات المشاكل ديالهم. والعجوزة في ذاك الوقت كانت كتخطط تزوج البكريشه، راه سبق وقالتها في واحد الفيديوهات في السياره، قالت ليها انت الزواج ما بغيتيش. يعني كانوا بغاو يزوجوا ولدهم على سعاد وهي باقي عنده، وفي عز المشاكل باش يخرجوهم بهذه النعيه.
والمفرقع تعرف على هاد السريعة في ديك الفترة، وهي صاحبة الأفكار الخبيثة اللي وصلوا لهم حتى لدابا. لكن دائما كلشي كيتقلب عليهم وكيتفرشوا وكيتفضحوا بطبيعة الحال، لأن جريمة الاغتصاب جريمة ماشي سهلة، خصوصا إذا كان المتهم هو الأب، لأنه لو كان ماشي هو المغتصب كان هو دار يدو في سعاد باش يقلبوا على مغتصب بنته اللي تعدى عليه باش ياخد الجزاء ديالو. وبالعكس في المحاكمة الأولى خرج كيزغرط لأنه ما شدوش، وهذا يثير شكوك الكثير. بالعكس تقريبا يقين الكثير من المتابعين ديالهم والمتابعين ديال الجوهرة بأنه هو الفاعل ولا أحد غيره. حتى لو كان الأخ ديالو كان ممكن يكون استغل الفرصة وجوده في السجن ويدعي على أنه هو ويسد يفتح الرياضيات ديالو ويسدو الملف كما سدوه دابا. وداك الشيء اللي دار الملف يسرى اللي دعته فيه سعاد باش أن تعرف الحقيقة ديالو بطريقة ديال السريعة والخبث ديالها تمكنوا باش أنهم يتسد. ولكن ماشي غير تسدو هكاك، لأنه القضية فيها علامة استفهام كبيرة، لأنه لا يعقل المدعي والمشتكي هو اللي قدم بشكوى قضائية وبعدم ما حضرش، وبالزربة خفن زربا قاموا بسد الملف بدون حضور لا المحامية ولا المشتكية. ما عرفت كيفاش داروا ليها. المهم حتى هاد الحالة وهذا الشيء اللي وقع عبارة عن علامة استفهام كبيرة. وبرغم من ذلك فإن المحامية الروقاني الكبيرة تبارك الله عليها، حتى هي عندها خبرة قوية في مجال المحاماة والدفاع عن حقوق النساء وفي قضايا ومجالات أخرى تبارك الله عليها، استطاعت بقدرتها وبحنكتها وبطبيعة الحال بخبرتها أنها تفتح موضوع هذه القضية اللي هي موضوع مهم من سبع المستحيلات أنها بتدوز مرور الكرام. فتح الملف من جديد، وبطبيعة الحال خرج المفرقع وخرجت السريعة يرقصون رقصة الديك المذبوح. قاموا ما في جهدهم باش يعرفوا شنو كاين تحت راس سعاد، يقوموا الابتزازات المعهودة ديالهم كما كانوا في البداية، رجعوا لها. ولكن سعاد تعلمات وخدت الدرس، ما بقاتش كتهضر ولكن كتخرج شي خرجت كتستفزهم اللي كتخليهم هم ايضا عاوتاني كيخرجوا. ما علينا المهم، ولكن لمحت واحد التلميح خطير وبينت وقالت بالتعبير الواضح بأنه هو صاحب الجريمة وأنه هو المغتصب. واستنى وقتك واستنى المحاكمة، ولكن هم لم يستسلموا ولن يستسلموا بطبيعة الحال، ويقوموا بالخرجات ديالهم المعهودة والتظاهر والتمثيل على أنهم في أيامهم السعيدة وأن لا شيء يحرك فيهم ساكنا، وأنهم ما كاين والو من داك الشيء، راه بريء براءة الذئب من دم يوسف وبراءة كل بريء في هذا الكون. راكو كملوا من عندكم ومع ذلك البارح اللي الوقت المعقول، ومع الستة ديال الصباح لاحظوهم الناس بحال الحمق كيجريو للمحكمة باش يكونوا تماك بطبيعة الحال، باش يلقاو يقادو ما يقادو يدوزو يشوفوا شي ثغرات ولا شي باش يقدروا عاوتاني يسدوا الملف ولا يسلكوا ولا شي حاجة. مفرقع يدير شي حاجة باش يخلي الزوجة ديالو سعاد تخرج الحمار الأصبع فرانك ويخرج هو من القضية كالشعر من العجين. يا إما كان كيتربص بها وبغى يلفق لها شي تهمة الله يستر ديال الخيانة الزوجية ولا ديال الفساد ولا شي حاجة أخرى. المهم السيد دار ما في جهده، ولكن الله سبحانه وتعالى فاش كيبغي يفضح شي حد غير الوجه ديالهم كيشكشفهم، غير طريقة الخروج ديالهم الكشكاشة اللي كتخرج لهم من الفم. المفرقع قال لكم بأن الأمور هانية ما كاين والو،
وهو في السيارة مكشكش، الرغوة ديال الفم حاشاكم بحال الرغوة ديال الجمل كتخرج له من الجناب ديال الفم. والانسان اللي هو طبيعي عادي فرحان وسعيد ما كاين والو وما تهزو حتى حاجه، علاش ديك الرغوه، علاش ديك الصفه، ديك الزروقيه، اللون مخطوف كاملين، البنات معصبين غادي يطرطقوا تقريبا يدبزوا في السياره ويضربوا بعضياتهم. اما المفرقع خلاص ما يقدرش يصبر، ما يقدرش، متلوف 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 متلوف، تلات به الايام. هذا يدل على شيء ان القضيه كبيره، زعزعته زعزعت الكيان ديالو، وزعزعت حتى الهدوء ديالو والتركيز ديالو، ما بقاش مركز. لو كان لقى سعاد فاش خرج من المحكمه، لو كان لقى سعاد حداه في الطريق حتى يدوز عليها يقدر يقتلها في ديك اللحظه. اذا سعاد خصها ترد البال، وخصها تحضي راسها مزيان وتحضي ولادها مزيان، لا يكون الله يستر يقدر يكري شي ناس يديروا ليها شي حاجه، ولا الله يستر خصها ترفع دعوى قضائيه بانه، يعني ماشي ترفع دعوى قضائيه، انه تجبر يدير ليها التزام انه ما يقربش ليها ولا يقرب لولادها، ودير عليها يدير ليها الالتزام بانه الا وقعت لي شي حاجه يكون هو السبب، سواء من طرف اشخاص اخرين او نساء او عيالات، المهم راه كلشي يديروها له.